يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض نعمل الجلاش كده بحشوة القشطة الاقتصادية. طبعا تحلية سهلة وسريعة، مش بتاخد مننا اي مجهود ولا اي وقت خالص. تمام زي ما انتوا شايفينها كده، بتتكلم عن نفسها. تحفة والطعم جميل جدا. وحشوة القشطة اللي احنا عاملينها الاقتصادية جميلة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. طبعا اول حاجة هنا هعملها هي الشربات. تمام، كوباية وربع من السكر، تمام، مع كوباية مية. عايزة تزودي السكر براحتك يعني حسب الرغبة. تمام، ارفعهم بقى على النار لحد ما يغلوا. بعد كده انزل عليهم بعصرة الليمون زي ما انت شايفة كده. تمام، واسيبهم بقى يكملوا كده غليان لمدة 10 دقايق بالظبط على النار. تمام، انا بقى هنا طبعا على ما الشربات يخلص اعمل بقى معاكم الحشوة السهلة السريعة كده واقتصادية. معايا كوبايتين من اللبن و3 معالق من النشا الكبار و3 معالق سكر. تمام، اقلبهم كده كويس لحد النشا ما تدوب. ارفعهم بقى على النار مع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين، طبعا عشان ما يحصلش معايا اي تكتلات كده. تمام، اقلبهم بقى كده لحد ما يوصلوا للقوام ده. طبعا هنا نزلت بكيس فانيليا بس معلش الكاميرا فصلت. تمام، انا هنا بقى مقلباها كده زي ما انت شايفه لحد ما وصلت للقوام ده. انا بقى جبت الشربات هنا طبعا هدي معايا، نزلت عليه بكيس فانيليا عشان يبقى محتفظ بالنكهه بتاعته. تمام، معايا بقى القشطه هنا برضو فضيتها في طبق عشان تهدى كده وتبرد مع نفسيها يعني. جبت بقى لفه من الجلاش اي نوع انت تحبيه. خلاص، ومعايا بقى هنا صينيه فايركس زي ما انت شايفه. جبت بقى كوبايه سمنه سيحتها كده. تمام، وابتدي بقى ادهن الصينيه بتاعتي. عايزه تعمليها بقى في ألمونيا في تيفال براحتك، المتوفر عندك عادي يعني. هنا بقى معايا السمنه زي ما انت شايفه كده، ببتدي بقى ادهن بيها. انزل بقى بالرقات بتاعتي. عايزه تعملي بقى راق كل ورقتين عادي مفيش اي مشكله، دي يعني عادي ودي عادي برضو. طبعا هنا نزلت بقى بورقتين، دهنت دهنه من السمنه زي ما انتم شايفين، ونزلت برضو بورقتين تاني. تمام، الورق اللي هو الزايد ده بقى ما نقلقش منه لان احنا هننزل بيه يعني هنغطي بيه الحشوه. خلاص، طبعا انا هخلص بقى نص الكميه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى نص الكميه خلصت، انزل بقى بالقشطه بتاعتي. تمام، طبعا القشطه بتاعتي بقى بردت كده هديت خالص. ابتدي بقى ان انا احطها على الجلاش كده، اقلب فيها بقى كده وافردها واغطيها بقى ايه بالحروف بتاعه الورق دي. وابتدي بقى انزل بالنص بقى الورق التاني بنص لفة الجلاش اللي انا بقى ايه سايباها على جنب. ابتدي برضو ورقتين ورقتين ورقة ورقة مع دهن السمنة. تمام، عشان الورق معايا ما يبقاش مكتوم كده ويبقى مورق ويبقى حلو يعني. ابتدي برضو انزل تاني زي ما انتوا شايفين لحد بقى ما اوصل لحد اخر الكمية. طبعا هنا خلصت كده زي ما انتوا شايفين. تمام، سويت بقى الصينيه كده زي ما انت شايفه، وابتدي برضو بدهنه سمنه برضو على الوش كده. تمام، وبعد كده بقى اجيب السكينه بتاعتي اقطعهم كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه، بس نخلي بالنا واحنا بنقطع عشان الحشوه ما تطلعش وتنحرق يبقى شكلها مش حلو. طبعا هنا بقى خلصت، ادخلها على درجه حراره 160 لمده ربع ساعه مع المتابعه، وبعد كده ارجع لكم. هنا بقى خلصت زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود خالص، سهله وسريعه، تحليه كده سريعه يعني. تمام، لاي بقى ضيف جالك اي حاجه مفيش يعني مش بتاخد وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها برضو. انزل بقى عليها بالشربات كله كده. تمام، لا تقلقوش هتشرب الشربات كله. طبعا هنا بقى ايه سبتها 10 دقايق بعد ما سقيتها بالشربات، غطيتها وسبتها 10 دقايق عشان تطرى كده وتبقى حلوه وتشرب الشربات برضو. زي ما انتوا شايفين برضو طريه كده. تمام، والحشوه ما خرجتش منها، جميله بصراحه. اتمنى ان انتوا تجربوها والله يعني جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بحاجه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.